السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة وصفات من مطبخ هبة. وصفتنا لليوم كيكة اليقطين أو كيكة القرع الصحي. نبدأ مع بعض طريقة التحضير والمقادير ونقول بسم الله. لتحضير كيكة القرع أو كيكة اليقطين أنا بحاجة إلى حبة ياقطين. أنا اخترتها حبة صغيرة علشان تكفيني لوصفتي. باخذ الياقطين بهذا الشكل وبقطعه إلى مربعات صغيرة، وبحاول طبعا إني أقشره من القشرة قدر الإمكان. هي قشرته شوية قاسية، بس نحاول قدر الإمكان نقشره وناخذ القرع فقط بهذا الشكل. باخذ الياقطين أو القرع وبحط الميزان اللي راح أوزن فيه، لأني أحتاج منه حوالي 500 جرام. راح نشوف طبعا مع بعض كم بيكون 500 جرام من الأكواب. راح أحط لكم طبعا كل المكونات في صندوق الوصف. أخذت الآن 500 جرام. بحط البايركس وبضيف عليه اليقطين، وبضيف عليه حوالي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. بقلبه بهذا الشكل وبدخله طبعا على الفرن على درجة حرارة 200. بتركه حوالي 30 إلى 40 دقيقة إلى أن يستوي. بعد ما يستوي خرجته من الفرن بهذا الشكل. كيف بتعرفوا إنه هو استوى؟ بتضغطوا عليه بالشوكة، بيهترس معاكم طبعا بكل سهولة وبيكون ذايب زي الزبدة. بعد كذا باخذه وبحطه على بولة وببدأ أهرسه بالهاند بلندر. ضروري طبعا يكون عندي اليقطين ناعم جدا. طبعا تقدروا تهرسوه بأي آلة عندكم، مش ضروري هاند بلندر، وممكن كمان بالعصارة وبأي شيء. أحتاج الآن كوبين من طحين جوز الهند. طبعا معيار الكوب 250 ملي. حطيت كمان نص كوب من اللوز المطحون. حطيت كمان سكر ستيفيا وملعقة كبيرة من البيكنج باودر ونص ملعقة من البيكربونات الصوديوم، وحطيت كمان رشة من الملح. وبقلب كل المكونات مع بعض. طبعا هذه المكونات الجافة خلطتها مع بعض وحطيتها على جنب. الآن رجعت للياقطين مرة ثانية. عصرت عليه نص حبة من الليمون، يعني حوالي ملعقة كبيرة من عصير الليمون. الآن بحط ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، وبحط نص كوب من الحليب. طبعا حليب اللوز، أو ممكن نستخدم حليب عادي، أو ممكن حتى نستغنى عن الحليب ونعمل عصير برتقال، بيطلع حلو جدا والطعم كمان بيكون حلو. باخذ الآن الياقطين اللي عملته وهرسته وضفت عليه نص الكوب الحليب. طبعا هو مش راح نستكفي بالحليب اللي احنا ضفناه، راح نضيف كمان حليب فوق اللي ضفناه. الآن ببدأ أقلب الخليط اللي معايا بهذا الشكل، وطبعا بستخدم الاسباتيولا، وببدأ أقلب الخليط وبضيف طبعا الحليب حسب الحاجة. الآن كمان ضفت كوب كامل، طبعا معياره 250 ملي من الحليب. ببدأ أقلب. يعني إجمالي الحليب اللي ضفته كوب ونص. الآن بضيف كمان كوب من كريمة جوز الهند، وطبعا هذه بتكون بدل المادة الدهنية اللي راح أضيفها. أنا ما راح أضيف طبعا مادة دهنية في الكيكة حقي، راح أستكفي فقط بكريمة جوز الهند. ضفت كوب بهذا الشكل وقلبت وخلاص كذا صار معايا جاهز. طبعا انتم ما تستكفوش بكوب، المهم ان انتم عينكم ميزانكم، يعني تشوفوا الخليط صار معاكم بهذا الشكل، يصير ناعم بهذا الشكل ولين.
توقفوا. يعني ممكن تحتاجوا كوب كريمة أو كوب ونص، كوب وربع، كله على حسب الطحين اللي متوفر عندكم. الآن قسمت العجين لقسمين. قسم ضفت فيه ملعقتين من الكاكاو، وضفت كمان 3 ملاعق من كريمة جوز الهند، علشان الكاكاو طبعا بيخلي العجينة ناشفة شوية، فضفت الكريمة علشان ترطب العجينة معايا. ببدأ الآن أضيف العجين على البايركس اللي عندي. حبيت إني أنا أعمله طبقات علشان تطلع معايا شكلها حلو في النهاية. فبعمل ملعقة من العجينة البيضاء وملعقة من العجينة اللي بالكاكاو، وبيكون شكل طبقات بهذا الشكل. طبعا بعد ما خلصت الكيك بهذا الشكل، وبواسي طبعا وجه الكيك تماما، وبهزها بهذا الشكل علشان ما يكونش فيه أي فراغات من داخلها، وبواسطة شوية من الماء بطبطب عليها من الوجه علشان يكون الوجه متساوي وحلو. طبعا بكون مولعة على الفرن أثناء ما أنا بشتغل على درجة حرارة 180. بدخلها على الرف الوسط، بتجلس في الفرن حوالي من 45 إلى 50 دقيقة، وبتكون معاكم جاهزة. طبعا هذا شكلها النهائي بعد ما خرجتها من الفرن. هي بتتشقق بهذا الشكل، بيكون داخلها ناعم جدا وحلوة ورطبة كذا. إذا تحبوها ناشفة شوية وما تكونش ناعمة بهذا الشكل، تحبوها يعني مايلة إلى الكيك العادي، ممكن تعملوها تستبدلوا بدل طحين جوز الهند يكون طحين الشوفان. هذا طبعا شكلها زي ما تشوفوا حلو جدا طبقات. ممكن طبعا تستغنوا عن الطبقات وتعملوها على شكل واحد أو لون واحد ونكهة واحدة زي ما تحبوا. وهذا طبعا أنا قطعتها الآن علشان تشوفوا هي ناعمة ولذيذة وطعمها حلو جدا، وكمان طعم طحين جوز الهند مبين فيها كثير. وصفتنا لهنا انتهت. نلتقي في وصفة جديدة إن شاء الله. لا تنسوني من عمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.